السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، كلمة مختصرة عما نحن نعيشه. بلوغ رمضان نعمة من الله جسيمة، واصطفاء منه عظيم. قال معل بن الفضل عن الأولين العارفين: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وهذا في الحقيقة اهتمام عظيم. شخص يدعو لشيء أن يبلغه 6 أشهر متواصلة في كل وقت: اللهم بلغني رمضان، اللهم بلغني رمضان، يتوسل إلى ربه. ثم إذا بلغه وأتمه يدعو 6 أشهر حتى يتقبله الله منه. وإذا أردتم أن تعرفوا عظم هذا الاهتمام ولماذا هذا الدعاء الطويل لبلوغه ولقبوله، تأملوا هذه القصة والرؤيا العجيبة التي رواها الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: إن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، أي أسلموا في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد في سبيل الله فقتل. مجتهد ثم غزا فقتل في سبيل الله، ناله الشهادة. ثم مكث بعده صاحبه سنة فمات، يعني مات على فراشه. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، وإذا أنا بهما. قال: فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات آخرا. من الذي مات متأخر؟ لم يكن مجتهد ولم يستشهد في سبيل الله. ثم خرج آخر فأذن للذي مات أولا، ثم رجع لي جميعا فقال لي: ارجع فإنه لم يأن لك بعد، أي لم يحن لك أن تدخل الجنة، لأنه حي لم يمت، والجنة لا تنال إلا بعد الموت. فأصبح طلحة يحدث الناس، وجعل الناس يعجبون. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان كان أكثر اجتهادا وقتل في سبيل الله، ودخل صاحبه قبله الجنة. قال: مما تعجبون؟ أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قلنا: نعم. قال: أليس قد صلى في السنة كذا وكذا سجدة؟ قلنا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. انظر كيف سبق المدرك لرمضان أخاه الشهيد المجتهد الذي مات قبله.
فبلوغ رمضان نعمة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدومه، والشيء إذا بشر به يدل على علو مكانته، وأنه سيأتيكم ضيف محبوب لكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية كان يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لماذا هذه البشارة أيها الأفاضل؟ لكثرة البركة. أتاكم رمضان شهر مبارك، فمن بركة هذا الشهر ما جاء في الحديث: تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فإن بركته تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة. وفتح هذه الأبواب يدل على كثرة الخير الذي ينزل من السماء على العباد، وعظيم الرحمة التي تغشاهم، وقبول التوبة والأعمال الصالحة. ومن بركته تغلق أبواب جهنم والنار، والتغليق يدل على أن الإغلاق محكم، فأنت في مأمن من النار في هذا الشهر، فأقبل على الجنة وعلى أعمالها، فأبواب الجنة تناديك. ومن بركته تغل الشياطين وتربط بالسلاسل وتصفد المردة من الجن، فلا سبيل لهم على إغوائك، فحرك نفسك إلى ربك وادفعها إلى الخير، فأسباب النجاة قد هيئت. ولذلك ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، هذا زمانك ووقتك، ويا باغي الشر أقصر، فليس الآن وقت معصية وشرور. ومن بركته ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أما ما يروى في الحديث أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، باطل لا يصح. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، فكن من عتقاء الله عز وجل. ومن بركته العظيمة لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أي ليلة هذه؟ ليلة القدر. أجر العبادة فيها لوحدها يزيد على 84 سنة من العبادة. ليلة عظم الله قدرها، تتنزل فيها الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ليلة أمن وأمان، لذلك عظم الله قدرها. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ومن بركته أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركته أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركته أنه حصن عظيم لمن تحصن به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. فمن كف نفسه عن الشهوات في الدنيا بالصيام كان ذلك الصيام ساترا له في الآخرة من النار. ومن بركته أن أكلة السحر وهي تلبية لشهوة البدن لها شأن عظيم عند الله في رمضان. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الشخص إذا ذكره الأمير والحاكم عنده في خاصة مجلسه بالخير وأثنى عليه فرح، كيف برب الأرباب؟ إذا قمت تتسحر الله يثني عليك في الملأ الأعلى في ملكوت عرشه، يذكرك، فاجعل لنفسك ذكرا عند ربك بلقيمات. ونعم سحور المؤمن ما هو؟ التمر، خفيف المحمل كثير النفع. ومن بركته أن أجر صيامه بغير حساب. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا يدخل أجر الصيام في عد الملائكة، إنما الكريم سبحانه يتولى الإعطاء بنفسه عليه. وما ظنكم بعطاء أكرم الأكرمين؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بل رائحة الفم الكريهة التي تنبعث من فم الصائم بسبب الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن بركته أن الدعاء في رمضان مستجاب. وقد قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. في أي سورة هذه الآية؟ في سورة البقرة. وسط الله أحكام الصيام بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ذكر فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، للإشارة إلى منزلة الدعاء وأهميته في رمضان. فالصائم لا ترد له دعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. إذا وضعت المائدة وتفرغت لا تنظر بعينيك إلى ألوان الطعام، إنما ارفع يديك إلى فاطر السماوات والأرض، واستغل هذه اللحظات بدعوات. فإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. ومن بركته أن رمضان يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه.
قال فيشفعان. فنهار رمضان تحفظ فيه الجوارح من الشهوات بأنواعها، شهوات البصر، شهوات الفم، شهوات الأنف، شهوات الرجل، شهوات اللسان. والليل منعته النوم بالليل فشفعني فيه. تسهر على القرآن وعلى الصلاة. ومن بركته أنه مخصوص بباب خاص في الجنة لا يدخل منه إلا أهل الصيام. هذه ميزة وفضيلة لهم، لا يزدحم عليهم الناس، إنما يدخلون من باب خاص. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وسمي هذا الباب بالريان لأنهم لما حرموا أنفسهم الشراب في الدنيا ابتغاء مرضات الله دخلوا من هذا الباب الذي يروون منه في يوم العطش الأكبر. هذا بعض ما حواه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك. إذا اجتمعت هذه البركات وغيرها كثير، ألا يستحق أن يبشر به؟ ألا يستحق أن يغبط من أدركه ويحزن على من يفرط في استغلاله؟ ألا يستحق أن يدعى لإدراكه، وإذا أدرك يدعى لقبوله؟ كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. بل كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وقال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان: اللهم قد أظل شهر رمضان فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. هذا دعاؤهم يحتمل معاني كثيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل أدرك رمضان أو دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. رغم أنفه. الأجور تصب، والمغفرة مفتحة الأبواب، والمنادي ينادي، والمغفرة تنال بأدنى سبب، ثم يفرط الإنسان، ليله في لعب ولهو ونهاره في نوم، يضيع الفرائض. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. بل جاء في رواية عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة: آمين. صعد درجة المنبر درجة فقال آمين، ثم ارتقى الأخرى فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين. فلما نزل عن المنبر وفرغ قال الصحابة: يا رسول الله، لقد سمعنا منك كلاما اليوم ما كنا نسمعه قبل اليوم. قال: وسمعتموه؟ قالوا: نعم. قال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم عرض لي حين ارتقيت درجة فقال: بعد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة. قال: قل آمين، فقلت آمين. ثم قال في الثانية: بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. من يدعو؟ من يدعو بهذا الدعاء؟ جبريل. من يؤمن عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. جبريل يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن على إبعاد من أدرك رمضان فلم يغفر له، حيث أهمل وضيع الفرص والنفحات الكثيرة. هذا هو الخسران. أيام معدودات
وخيرات وهبات لا تحتمل الكسل وتضييع الأوقات. فاعرفوا أيها الأفاضل قدر نعمة ربكم عليكم ببلوغ هذا الشهر المبارك، فكم من أحبة لم يدركوه وأملوا ما تؤملون. اعرفوا حرمته وعظيم حقه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فرمضان شهر من سلم له سلمت له العام، ومن فرط فيه نال كل ملام، وهو محط التزود لسفر بعيد. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وأهم الأعمال في هذا الشهر قيام الليل. قيام رمضان هو من أعظم أسباب المغفرة، وتتحقق في رمضان للقائمين مغفرتين من الله: مغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والمغفرة الثانية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مرتين يغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا قمت رمضان وقمت ليلة القدر. وقيام السلف في رمضان عجب عجاب. عن السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أنا ظننت أني أطلت بكم. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. متى كانوا يقومون؟ ليس كقيامنا نقوم نصف ساعة ثم نذهب للبيت، لا، من بعد العشاء إلى الفجر. ولهذا سميت التراويح بهذا، لأنهم كانوا يريحون بين ركعاتها، يستريحون قليلا. وعن ميمون بن مهران قال: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وقال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وعن عبد الرحمن بن عراك بن مالك عن أبيه قال: أدركت الناس في رمضان يربطون لهم الحبال يستمسكون بها من طول القيام. وعن عمران بن حدير قال: كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل 7، كل أسبوع ختمة، كل أسبوع ختمة. هذا بالناس ليس لوحده. وعن نافع بن عمر قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر ونحوها، وما يبلغني أن أحدا يستقل ذلك. يعني في الركعة الواحدة يقرأ فاطر، الصافات، سبأ، في الركعة الواحدة، ما حد يستقل هذا، يقول صلاته خفيفة. وذلك قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. هذا التخفيف. رسول الله كيف كان يقوم؟ كان يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. ومن الأعمال إطعام الطعام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال الشافعي: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان، اقتداء به أي بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان ابن شهاب إذا دخل رمضان يقول: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. من فطر صائما
كان له مثل أجره ولو على تمرة أو جرعة ماء. والسلف كانوا يتنافسون، وأهل الخير في بلدنا ولله الحمد يتنافسون أيضا. كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل يوم في رمضان 50 إنسانا في بيته، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا وأعطاه كل واحد منهم 100 درهم. وبين الصيام والإطعام ارتباط وثيق، فرمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله تعالى إنما يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن جاد على عباد الله بالسخاء جاد الله عليه بالعطاء. ومن الأعمال كثرة قراءة القرآن. رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وتقدم يقول القرآن: منعته النوم بالليل، فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن. لذلك كان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن، يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يختم في رمضان ختمتين، معارضة بينه وبين جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا فقط في المدارسة. ومن الأعمال وأختم بها لزوم المساجد. عن أبي المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: نحفظ صيامنا. وكان ابن عون إذا جاء رمضان يأتي بالرمل فيلقيه في المسجد. لماذا يأتي بالرمل فيلقيه في المسجد؟ لأن مساجدهم كانت من الحصباء، حجارة صغيرة، والحصباء إذا طال المكث عليها تؤذي، بخلاف الرمل الناعم مهما جلس الإنسان عليه لا يؤذي. فيأتي بالرمل فيلقيه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. ومن هذا الاعتكاف، لزوم المسجد الذي هي سنة. قال ابن شهاب: عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى فارق الدنيا. قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق، هذا الاعتكاف. يعكف على القرآن، لا يأتي بالجوال معه والصحف والأصحاب يصاحبهم ويسامرهم، لا، ينقطع عن الخلائق إلى رب الخلائق. لا تقرأ صفحة من القرآن ثم تقلب 10 صفحات من الجوال، قلبك يتشتت وقلبك لا يخشع. والعكوف في المساجد والعكوف على القرآن يحفظ على الإنسان الصيام. ما الحكمة من الصيام؟ لماذا نصلي المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ لا ندري، أخفاها الله عز وجل، ما هذه الحكمة. ولكن الصيام بين الله حكمته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر الحكمة لكي تسعى في تحصيلها. فليس الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. صيامنا سهل أم صيام الأولين؟ أسألكم، صيامنا ولا صيام الأولين؟ ليس عندهم مكيفات ولا ثلاجات في الحر، صيام من أسهل؟ صيامنا أسهل؟ لا، صيامنا أصعب. إذا كنا نقصد صيام البطن نعم صيامنا سهل، أما إذا كنا نقصد حفظ الجوارح صيامنا صعب. الفتن في كل مكان، لا بد أن تحفظ جوارحك. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام لعلكم تتقون، أن تحصل بصيامك التقوى، والتقوى أن تصاحب خشية الله في حياتك، خشية تدفعك إلى فعل الصالحات،
وتمنعك من فعل السيئات، تتزود بها إلى الممات. هذه التقوى، فإذا حصلتها فصيامك هو المطلوب، وإلا لابد أن تجدد تجدد تجدد. والأصل في الإنسان أنه كلما ازداد تقوى ازداد نشاطا. والمشاهد في الناس اليوم في الأيام الأول المساجد مكتظة، ثم في آخر الشهر المساجد قد ترجع لأسالف عهدها قبل رمضان. من تزود التقوى سيزداد نشاطا، ومن نقص تقواه إنما عادة تجددت له ثم فتر. لا بد أن نحاسب أنفسنا في كل وقت، بقدر ما تحفظ وقتك بالقرآن وتشغله بالقرآن تحفظ جوارحك. كان الشافعي يختم في كل يوم ختمتين كل يوم، وهذا مأثور عن كثير من السلف. الكلام طويل، ورمضان شهر التعبد، والإنسان يجتهد، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، كما نسأله كما سلمنا إلى رمضان أن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن يرزقنا فيه التقوى والهدى، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، ويجعلنا من العتقاء من النار، ومن المقبولين الفائزين ممن غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وأن يعيننا على طاعته، وأن يقينا معصيته، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يعيده علينا ونحن في صحة وعافية. جزاكم الله خيرا. أطلنا عليكم من العشاء للآن، والمعذرة منكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وجوهكم المشرقة تشد الإنسان في الكلام، ولكن إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.